تخيل إنك بتروح تستقبل بنتك بعد فترة غياب طويلة جدا، وبتلاحظ إن طريقتها وحركاتها اتغيرت 180 درجة. بس اللي ما تعرفوش إن البنت اللي واقفة قدامك دي مش بنتك أصلا. الأب بيشوف بنته وبياخدها في حضنه في مشهد كله حنية. البنت دي بتكون هادية ورقيقة بشكل غريب جدا، والأب بيستغرب شوية، خصوصا إن بنته طول عمرها شقية وما بتعرفش تقعد ساكتة. وبيلاحظ كمان إنها بتتهته في الكلام وهي بترد عليه، بس بيكدب نفسه بيقول يمكن عشان بقالهم كتير ما شافوش بعض، وبيكون ناوي من جواه يعوضها عن كل الأيام اللي فاتت دي. وهو ما يعرفش تماما إن البنت اللي رجعت له دي هي بنته التانية اللي عمره ما شافها. وعشان نفهم إيه اللي بيحصل بنرجع بالزمن لكام أسبوع فاتوا. البنت الرقيقة دي بتوصل في عربية فخمة جدا لمعسكر صيفي مشهور على مستوى العالم، وفي أول يوم ليها في المكان ده بتحصل حاجة مستحيلة ومحدش يصدقها. بتشوف بنت تانية هناك، نسخة طبق الأصل منها بالظبط. والاتنين بيتصدموا أول ما بيشوفوا بعض من قوة الشبه. البنت التانية كانت شقية جدا ولابسة حلق في ودنها وحاطة مانيكير على الموضة، وده كان عكس البنت الرقيقة بيه تماما. وبعدين بيكتشفوا إنهم مش بس شبه بعض في الشكل وبس، دول كمان مولودين في نفس اليوم وهو 11 أكتوبر، وإنهم الاتنين هيكملوا 12 سنة في اليوم ده. وبيبدأوا يتكلموا عن أهاليهم وحياتهم. البنت الرقيقة بتشرح إنها كبرت من غير أب تماما، والبنت الشقية بترد وتقول إنها عمرها ما شافت أمها. وكل واحدة فيهم بتقول إن معاها صورة قديمة ومقطوعة للطرف الغايب، ولما بيطلعوا الصور وبيركبوها جنب بعض بيلاقوا إنهم بيكملوا بعض. ومن اللحظة دي بيتأكدوا إن دي مش مجرد صدفة، ودي حقيقة واضحة ومفيش فيها نقاش، إنهم إخوات توأم وعمرهم ما اتقابلوا قبل كده. وبنعرف إن بعد ولادتهم بفترة قصيرة الأب والأم انفصلوا عن بعض، والبنت الرقيقة سافرت لندن في إنجلترا مع أمها، والبنت الشقية عاشت في كاليفورنيا في أمريكا مع أبوها. وعلشان البيئة مختلفة كل واحدة فيهم طلعت بشخصية غير التانية. البنت اللي عاشت مع أمها طلعت هادية ورقيقة عشان متأثرة بيها، والبنت اللي عاشت مع أبوها طلعت شقية وحيوية جدا. وهم بيتكلموا بيكتشفوا إن أبوهم وأمهم لسه مش مرتبطين لحد دلوقتي، وهنا بيقرروا ياخدوا خطوة مجنونة جدا. بيقرروا يبدلوا هويتهم عشان كل واحدة تعيش وتجرب حياة التانية، وكانوا مقتنعين إن السر ده لو اتكشف في يوم من الأيام أهاليهم هيضطروا يبدلوهم تاني، وممكن وقتها يتصالحوا ويرجعوا لبعض من جديد. وتاني يوم على طول بيبدأوا يجهزوا وينفذوا الخطة بسرعة. البنت الشقية بتشرح لأختها كل تفصيلة في البيت وكل شخص في العيلة، والبنت الرقيقة بتعلم أختها حركة سلام سري ومميز بيعملوها في بيتهم. بس عشان الخطة تنجح ومحدش يكشفهم كان لازم يخلوا شكلهم متطابق تماما. وعشان كده البنت الرقيقة بتقص شعرها الطويل من غير أي تردد. بس ده ما كانش كفاية، لأن أختها الشقية كانت خارمة ودنها وهي لأ، وعشان ما يسيبوش أي دليل وراهم كان لازم البنت الرقيقة تخرم ودنها في نفس اللحظة. بتجيب حتة تلج وتحطها على ودنها عشان تخدرها، وبعدين بتولع عود كبريت عشان تعقم بيه الإبرة، وبتحط تفاحة ورا ودنها عشان تسند عليها، وبتجز على أسنانها وبتدخل الإبرة في ودنها بكل شجاعة. ومن اللحظة دي كل واحدة فيهم بقت التانية بشكل رسمي. ولما المعسكر بيخلص خطتهم بتبدأ تتحرك على أرض الواقع، وبعد ما بيقسموا المهام على بعض بوضوح البنت الشقية بتركب عربية أختها الليموزين الطويلة، وبعدين بتاخد طيارة متجهة للندن. وهي في الطيارة قلبها بيكون بيدق بسرعة ومحتارة جدا، ومش عارفة هل أمها هتتقبلها وتحبها ولا لأ. وأول ما الطيارة بتنزل في لندن رئيس الخدم بيوصل فورا عشان ياخدها للبيت، بس بياخد باله بسرعة إن شعرها بقى قصير. لكن البنت بذكاء بترد عليه وتقول له إنها كانت حابة تغير قصة شعرها وبس، وبعدين بتعمل حركة السلام السري اللي أختها علمتها لها، وبكده بتقدر تخليه يطمن وتبعد عنه أي شك. ودي كانت أول مرة للبنت إنها تزور لندن، فبتكون مبهورة بكل حاجة حواليها وبتشدها زحمة المدينة وحيويتها لحد ما بتوصل لبيت أمها. وأول ما بتشوفها بياخدوا بعض بالحضن، والأم بتتفاجئ بشعرها القصير وبتسألها مين اللي قصه لها، فبترد وتقول إنها بنت اتعرفت عليها في المعسكر، وبتسألها لو كانت كارهة القصة، فالأم بترد وتقول لها إنها حبتها جدا. وبعدين البنت بتدخل أوضة أمها بخطوات هادية، وبتشوف إن كل حاجة في الأوضة بتعبر عن الرقي والأناقة. وبنعرف إن الأم دي مصممة فساتين فرح مشهورة جدا في لندن، لدرجة إن أميرة يونانية بتلبس من تصميماتها. وفي الأيام اللي بعدها البنت بتعيش في دفى وحب مع أمها، والأم كانت دايما بتاخدها معاها الاستوديو بتاعها. والبنت بتشوف أمها وهي بتشتغل بتركيز وشياكة بتخطف القلب. بس البنت كان وراها مهمة أساسية في الرحلة دي، وهي
بتبدأ إنها تعرف قصة حب أبوها وأمها وإزاي يتقابلوا زمان. ولما بتبدأ تسأل أمها وتلح عليها في الأسئلة، الأم بتحس إن في حاجة غريبة، لأن بنتها طول عمرها هادية بس النهاردة مهتمة جدا بموضوع أبوها بشكل مش طبيعي. ومع الإصرار البنت، الأم بتضطر تحكي القصة باختصار، وبتقول إنهم اتقابلوا على سفينة في المحيط كانت مسافرة من نيويورك للندن، وإنهم حسوا بانجذاب فوري ووقعوا في الحب بسرعة وبعدها اتجوزوا. ومن طريقة كلام الأم، البنت بتفهم إن أمها مش شايلة أي غضب ناحية أبوها رغم السنين دي كلها، وإنها بتتعامل مع الموضوع بهدوء وسلام. ولو القصة بدأت تشدك، ما تنساش تشترك في القناة عشان تكمل معانا باقي الحكايات. وفي نفس الوقت ده، البنت الرقيقة بتوصل كاليفورنيا بسلام، وبعدين بتجري على أبوها وتحضنه بحب. والأب بيستغرب جدا إن بنته الشقية بقت هادية ورقيقة كده، وبيلاحظ إنها بتتهته شوية بس مش بيركز في الموضوع، وبيوعدها بمفاجأة لما يرجعوا البيت. لكن أدب البنت الزايد ده بيبدأ يكشف حاجات غريبة مع الوقت، لأنها كانت بتنهي كل جملة بكلمة يا بابا. ولما الأب بيسألها عن السبب ده، بتقوله إنها ما كانتش قادرة تقول الكلمة دي بقالها 8 أسابيع، وكان قصدها طبعا طول حياتها. والأب رغم استغرابه بيحس بمشاعر دافية لأول مرة وهو بيشوف الجانب الرقيق والناعم من بنته. وبعدين العربية بتدخل مزرعة العنب بتاعة الأب ببطء. المكان من بره شكله بسيط بس من جوه فخم جدا وواضح عليه الغنى، والبنت بتكون مبهورة بالمكان الجديد اللي بتشوفه لأول مرة. والمربية بتيجي ترحب بيها بحرارة وحب، وبتحس هي كمان إن في حاجة متغيرة في البنت بس مش قادرة تحدد هي إيه بالظبط. بس الكلب الذهبي بتاع العيلة هو الوحيد اللي بيكتشف الحقيقة كلها فورا. وهنا البنت بتواجه مشكلة كبيرة وما كانتش عاملة حسابها. بتكتشف إن أبوها دخل في قصة حب جديدة وهي في المعسكر، وإن المفاجأة اللي قالها عليها كانت وصول مرات أبوها المستقبلية. وبعدين بتعرف من المربية إن الست دي اسمها ميريديث، وإن أبوها قابلها وهو بيسوق للنبيذ بتاعه. والأب ما كانش خبير في الحب، وواضح إن ميريديث دي طمعانة في ثروته وبس. البنت بتترعب وبتتصل بأختها في لندن فورا، وبتحاول ترتب مقابلة بين الأب والأم عشان يوقفوا العلاقة دي قبل ما تكبر. بس أختها بترفض تكشف الحقيقة دلوقتي عشان خايفة تخسر حب أمها اللي لسه حاسة بيه من قريب، وبتقول لها تتصرف هي وتتعامل مع الموقف لوحدها. فما بيكونش قدامها غير إنها تواجه ميريديث دي لوحدها. وميريديث بتمثل إنها طايرة من الفرحة عشان أخيرا شافت البنت اللي بتسمع عنها طول الصيف. بس البنت بحستها بتفهم من أول نظرة إن الست دي وراها مصايب، وإن العلاقة دي لو كملت فرصة رجوع أبوها وأمها هتنتهي تماما. وعشان كده ولما الأب بيبعد لحظة، البنت بتنط في حمام السباحة بقوة عشان تغرق ميريديث بالمياه. بس ميريديث بتكتم غضبها جواها وبتمثل إنها طيبة وهادية، وواضح إن المقلب الصغير ده مش هيكفي عشان يخلي ميريديث تتراجع. والأب بيكون مسحور بميريديث جدا لدرجة إنه بيبدأ يجهز للفرح. بس البنت بتقطعه بسرعة لما بتسمع الكلام ده، وبتقوله إنها محتاجة أم حقيقية في حياتها مش مجرد صورة قديمة. وفي اللحظة دي ميريديث بتيجي بسرعة وتضغط على الأب عشان يسرع في تجهيزات الفرح. بس الأب بيكون عارف إنه لسه مكسبش موافقة بنته ومحتاج دعمها، فبيشاور لميريديث عشان تمشي وتسيبهم لوحدهم. وميريديث بتفهم من حركة البنت في حمام السباحة إنها بتحاول تبوظ لها خططها. وبعدين الأب بيروح لبنته وبيقول لها صراحة إنه ناوي يتجوز ميريديث، فبترد عليه بسخرية وتقول له إنه ده حلم حياتها وإنها دايما كانت عايزة أخت كبيرة. بيقول لها إنها مش فاهمة النقطة وإنه هيتجوزها فعلا. البنت بتتحرق من الغضب لما بتسمع كده، وبتبدأ تتكلم إنجليزي بريطاني بطلاقة تعبيرا عن رفضها الشديد. ولما الأب بيستغرب بتقول له إنها اتعلمته في المعسكر، وبتقول له بوضوح إن جوازه ده هيدمر كل حاجة تماما. والأب بيغرق في حيرته وقلقه ومش فاهم حاجة. وهنا ميريديث بتظهر وبتسأل عن موقف البنت، ولما بتعرف إن البنت رافضة بشدة بتقرر تتكلم معاها بنفسها. بس لما بتواجهها ميريديث بتتفاجئ من نضج البنت وإصرارها القوي، وبتفهم إنها مش مجرد طفلة صغيرة سهل السيطرة عليها. وبعد الموقف ده على طول البنت بتبعت فاكس طوارئ تاني لأختها عشان تطلب المساعدة. بس رئيس الخدم بيمسك الفاكس ده بالصدفة من غير ما يقصد، وفي الوقت ده الجد بيطلب من رئيس الخدم يصب له نبيذ. والبنت عشان عاشت وكبرت في مزرعة عنب بتحب تستعرض معلوماتها قدام همها. بتمسك الكاس باحترافية وبتاخد بق صغير، وبعدين بتعمل حركة بشفايفها بمبالغة وبتقول إنها بتفضل العنب الكاليفورني الهادي والمميز. ولما بيستغربوا بترد وتقول إنها اتعلمت عن النبيذ في المعسكر الصيفي. وفي اللحظة دي البنت بتلمح الفاكس في إيد رئيس الخدم
القدم بالصدفة وبتحاول تقرب عشان تقرا بوضوح، فبتفقد توازنها وبتقع من على الكرسي. وبذكاء بتمثل إنها شربت كتير ودايخة شوية عشان تغطي على الوقعة دي، وبتقترح إنها تخرج تشم شوية هوا نضاف. وبعدين بتجري على كابين التليفون وتتصل بأختها فورا، وبتسمع من أختها خبر يصدم ويخض، وهو إن أبوهم هيتجوز كمان أسبوعين بالظبط. البنت بتترعب في لحظتها وبتحلف من غير تردد إنها هتقول الحقيقة لأمهم فورا. ولما بتقفل السكة بتخرج من الكابينة وبتلاقي جدها مستنيها بره، وبيكون واضح جدا إنه سمع كل المكالمة اللي دارت بينها وبين أختها. وتحت نظرات الجد المركزة البنت ما بتخبيش أي حاجة خالص، وبتحكي له الخطة كلها بالتفصيل، وبتطلب مساعدته بمنتهى الصدق. وبنكتشف إن الجد كان عارف من البداية أصلا إنها مش أختها التانية. وفي صباح اليوم التاني بدري الجد بيشجعها ويقف جنبها، والبنت بتجمع شجاعتها وبتقرر تعترف لأمها بكل حاجة حصلت. بتستخبى تحت البطانية بخوف وتوتر، وبعدين بتقول لأمها على هويتها الحقيقية، وبتتمنى إنها ما تكونش زعلانة منها لأنها بتحبها جدا، وكانت تتمنى في يوم من الأيام إنها تحبها لشخصها هي مش على إنها أختها التانية. وفي اللحظة دي الأم بتقرر تتحمل المسؤولية كاملة، وبتقرر إنها هتسافر مع بنتها لأمريكا عشان تبدل البنتين وترجع كل واحدة لمكانها. بس وهم بيستعدوا للسفر الأم بتحس بقلق وتوتر ما تعرفوش قبل كده، وبتخاف إن السنين تكون سرقت جمالها، وبتترعب إن طليقها ما يعرفهاش أصلا. والبنت بذكائها بتحس إن أمها لسه بتحب أبوها رغم السنين دي كلها، وإن مشاعرها ما ماتتش. وعشان تطمن أمها وتهديها بتألف كدبة صغيرة وبتقول لها إن أبوها مستنيهم في فندق في سان فرانسيسكو ومتحمس جدا للقائهم. بس الحقيقة إن الفندق ده هو اللي أبوها حجزه عشان يعمل فيه فرحه على ميريديث التانية. وتاني يوم بيوصلوا الفندق بسرعة، والأم بتفضل تشرب طول الطريق عشان تدي لنفسها شجاعة، لدرجة إن البنت ورئيس الخدم بيكونوا قلقانين عليها جدا من حالتها دي. وفي نفس الوقت ده الأب وميريديث بيدخلوا الفندق هما كمان، وهم في الأسانسير الأب بيلمح الأم فجأة، والأم بتشوفه وهو بيتدلع مع ميريديث التانية دي، بس عشان هي ست شيك بتسلم عليه بكل ذوق وأدب. وهنا بس الأم بتفهم وكأنها بتفوق من حلم إن بناتها الاتنين ضحكوا عليها واتفقن سوا، والبنتين بيعترفوا بخطتهم كلها، وعينيهم بتكون مليانة أمل ورجاء، وبيتمنوا إن أمهم توقف جوازة أبوهم دي. بس الأم بترفض بشدة وبحسم، وتقول إن ملهاش أي حق تتدخل في حياة طليقها، وبتأمر البنات يروحوا يقولوا الحقيقة لأبوهم بنفسهم. وفي الوقت ده قلب الأب بيكون مليان لهفة ومستعجل جدا، وبيفضل يدور في كل ركن في الفندق عشان يلمح طليقته تاني. وكل ما عينه تيجي على واحدة شعرها قصير بيقف مكانه غصب عنه، لحد ما أخيرا بيلمحها واقفة على الناحية التانية من حمام السباحة. وفي اللحظة دي كل حاجة حواليه بتختفي، وما بيشوفش حد غيرها في المكان كله، ومن كتر حماسه بيخبط في جرسون بالغلط وبعدين بيقع في المية. وبكده بيبدأ اللقاء اللي بقاله 11 سنة بطريقة درامية جدا. والأم رغم اللخبطة الفجعة دي بتحافظ على هدوءها وشياكتها المعتادة، بس عقل الأب بيكون مليان لخبطة ومش فاهم حاجة، وبيسأل الأم إيه اللي جابها هنا في المكان ده. وهنا البنت اللي معاه بتتقدم خطوة وبتقوله إن البنت اللي واقفة دي مش أختها، والبنت التانية بترد وتقوله إنها اللي هنا. والبنتين بيشرحوا لأبوهم كل حاجة حصلت، ولما بيسمع الكلام ده ما بيزعلش ولا بيغضب خالص، وبالعكس بيحس إن القدر هو اللي رتب كل ده وجمع الأخوات في المعسكر الصيفي. وبعدين الأم بتلاحظ إن الأب اتعور في راسه، فبتجري بسرعة تجيب صندوق الإسعافات الأولية، وهم بيعالجوه قلوبهم بتقرب من بعض تاني من غير ما يقصدوا. بس اللحظة الحلوة دي ما بتكملش وما بتطولش، لأن ميريديث بتظهر فجأة، والبنات بيجروا بسرعة عشان يقفوا في صف أمهم ويدعموها، وبيعرفوا ميريديث إن دي أمهم وإنها كانت متجوزة أبوهم. ومع دخول الليل البنات بياخدوا أبوهم وأمهم للرصيف البحري، وبيلاقوا يخت مستنيهم في هدوء تام، والجد هو اللي وفر اليخت ده وخلى إضاءته هادية والتفاصيل مترتبة بعناية عشان تفكرهم بأول مرة تقابلوا فيها وتعيشهم نفس اللحظة الحلوة. وفي اللحظة دي بالذات الأب والأم بيقعدوا مع بعض أخيرا ويفتكروا أيام زمان. الأم كان حلمها في يوم من الأيام تبقى مصممة كبيرة، والأب كان عنده أحلام وطموحات في مجال النبيذ بتاعه، والسنين عدت وكل واحد فيهم نجح وبيلمع دلوقتي في مجاله بامتياز. وبعدين الأب بيسأل الأم ليه أصرت تمشي زمان وتسيبه، فبترد وتقول له إنهم كانوا لسه صغيرين قوي وقتها، ومشاعرهم خلتهم يقولوا كلام كتير يجرح ويزعل، وإنها مشيت من باب العند وبس. بس هو ما حاولش يمنعها أو يوقفها عن اللي بتعمله. وبعد 11 سنة الجروح والندم اللي فاتوا دول اتحولوا لابتسامة هادية ورقيقة وما بقوش مهمين زي زمان. بس في النهاية الأب خلاص بقى خاطب واحدة تانية دلوقتي، وعشان كده الأم بتقرر إنها تاخد بنتها وتسافر معاها بكرة. بس الأب بيفضل سرحان وبيفكر بعمق في كل اللي بيحصل. ولما الليل بيدخل أكتر وبعد ما بينيموا البنات الأب بياخد الأم ويدخلوا قبو النبيذ بتاع العيلة، وهو لسه
شايل جواه مشاعر ما ماتتش، والمكان ده فيه كل أزايز النبيذ اللي هو جمعها على مدار سنين طويلة، وكل إزازة فيهم وراها ذكرى وحكاية. بس في إزازة معينة كانت مميزة ومختلفة جدا عن الباقي. الإزازة دي ما كانتش بس بتعبر عن حبه وشغفه بالنبيذ، دي كانت بتعبر عن حبه الكبير ليها وتقديره للسنين اللي عاشوها سوا. وبيقول لها إنه فضل سنين يدور على الإزازة دي بالذات، لأن دي الإزازة اللي شربوا منها في يوم فرحهم زمان، وإنه محتفظ بكل إزازة اتعملت من النوع ده لحد دلوقتي. وقلوبهم بتقرب من بعض مرة تانية، بس وهم في اللحظة دي ومشاعرهم بتزيد، كشافات عربيات بتضرب فيهم فجأة من بره الباب زي المية الساقعة، والأم بقوتها وشخصيتها المعتادة بتدفن مشاعرها دي جواها تاني وبسكات. ومع أول ضوء للصبح تاني يوم بتودع الأب الوداع الأخير، ومن غير ما تهتم بالمطر الشديد اللي نازل بتاخد بنتها وبتمشي بإصرار وعزيمة، وكأن العاصفة مشيت وراهم من كاليفورنيا لحد لندن، وكل نقطة مطر شايلة وزن ووجع الفراق. وفي العربية دموع البنت بتنزل زي اللول المقطوع، وقلب الأم كمان بيكون مليان مشاعر متلخبطة ومعقدة، والخسارة والحزن عاملين زي شبكة مش شايفينها حواليهم. بس هي دي الحياة، الندم دايما بيمشي معانا وبيبقى جزء أساسي مننا. وبعد ما العاصفة بتخلص الأم وبنتها بيرجعوا للفيلا بتاعتهم أخيرا، ولما بيروحوا يطمنوا الجد إنهم وصلوا بالسلامة بيتفاجئوا بيلاقوا الأب وراهم، وبيقول إنه غلط زمان لما ما راحش وراها ولا مرة، وإنه مستحيل يكرر الغلطة دي تاني مهما كانت هي قوية وشجاعة. فالأم بتسأله وتقول له أنت متوقع إني هضعف وأقع في حضنك وعيط بانهيار، وإننا هنحل المشكلة دي كلها ونعيش حياة بين قارتين ونربي البنات هنا وهناك، وإنت وأنا هنكمل من مكان موقفنا ونعجز مع بعض ونعيش في تبات ونبات؟ فبيرد عليها بكل ثقة ويقول لها أيوة ده اللي أنا مستنيه. وبكده الحكاية بتكمل وكل الدواير اللي اتفتحت بتقفل. ودلوقتي بعد ما عرفت الحكاية المجنونة دي كلها، لو كنت مكانه كنت هتعمل إيه في الموقف ده وتتصرف إزاي؟ قول لي رأيك في الكومنتات ونتقابل في حكاية جديدة. سلام.